الماتش هيتعب بجد والله يا جدعان. الاتحاد الافريقي بيرد دلوقتي حالا وبينزل بيان على صفحته الرسميه بيرد فيها على الاتحاد المصري وعلى شكوى الاتحاد المصري بشان اعاده مباراه مصر والسنغال. وتعالوا شوفوا مكتوب فيه في البيان يا جماعه. مبدئيا كده قرار اعاده المباراه رسميا بناء على شكوى الاتحاد المصري لكره القدم على هدف السنغال وانه مشكوك في صحته، وشكوى حكم المباراه تم فتح تحقيق عاجل والنظر في اعاده المباراه، وتم تعليق فوز السنغال بالمباراة لحين استكمال التحقيق، وإذا ثبت ذلك سيتم إعادة المباراة بشكل رسمي في أسرع وقت وفقا لقواعد وقوانين الاتحاد الافريقي. وتم ابلاغ الاتحاد المصري والسنغالي بذلك القرار، وانتظروا قرار اعاده المباراه خلال ساعات. وتم توجيه الشكر لوزير الرياضه المصري لحضوره مقر الاتحاد الافريقي اليوم وطلب فتح تحقيق واعاده المباراه. يا جماعه يعني رسميا الاتحاد الافريقي يا جماعه بيرد على شكوى الاتحاد المصري، وكمان بيرد على يعني وزير الرياضه يا جماعه يعني عمل معانا الصح، واول مره يعمل حاجه صح يا جماعه. راح الاتحاد الافريقي النهارده وبيقدم الشكوى بنفسه لاعاده المباراه، والاتحاد الافريقي نزل دلوقتي البيان على صفحته الرسميه بيرد وقال انه فتح تحقيق في هدف السنغال زي ما انتم شايفين يا جماعه، وان هدف السنغال مشكوك في صحته انه تسلل او اوفسايد من بدايه لعبه ساديو ماني ومن بدايه هدف ساديو ماني. وكمان يعني الشكوى اللي كانت مقدمه من وزير الرياضه ومن الاتحاد المصري ان الحكم كان متعالي وكان متحامل جدا جدا على لاعيبه منتخب مصر، وكان عمال يدي انذارات، وقراراته كلها في الماتش كانت قرارات سيئه جدا جدا جدا. ورسميا يا جماعه يعني كل الناس تبلغ بعضها وكل الناس تمنشن لبعضها، القرار هيكون رسمي باعاده مصر ماتش مصر والسنغال خلال ساعات من دلوقتي. يعني ممكن بكره او بعده يكون الاعاده رسميا والماتش يتلعب رسميا بكره او بعده. مصر هتلاعب السنغال يا جماعه. كل الناس يقولوا في الكومنتات يعني بعد التحقيق وبعد فتح التحقيق هل هدف السنغال صحيح ولا لا، وهل الماتش فعلا الاتحاد الافريقي هيبص في الشكوى وهينظر ويكون عادل والماتش هيتعاد بجد امام السنغال ولا لا. او كل الناس برضه يقولوا في الكومنتات يا جماعه هل منتخب مصر ليه حق انه يطلب اعاده المباراه، وهل منتخب مصر لو الماتش اتعاد هنقدر نكسب السنغال ولا السنغال هتزود علينا. كل الناس يقولوا في الكومنتات يا جماعه هنقدر ولا مش هنقدر.